وإن من الأغاني التي فيها ترويج للدجل والشعوذة أغنية اسمها ست الودع، أكل الودع كشكشي، للفنان المدعو أبو القاسم والدوبة. كثير من الشباب المسلمين يقلدون هذا الفنان، عنده لفة بتاع الشال معروفة، فبتلقى كثير من الشباب لافين اللفة بتاعت أبو القاسم والدوبة ويرقصون على ألحان أغانيه، خاصة هذه الأغنية ست الودع. الأيامات دي مصدرة الترند هذه الأغنية، كثير من شباب المسلمين خاتينها في القصص وخاتينها في الحالات الواتس والفيس وكذلك في التيك توك. أغنية فيها ترويج للدجل والشعوذة بصريح العبارة، قال شوفيه لي كان فيه شيء ما تختشي. وست الودع دي مرة عاطلة، بتجي غالبا بتلقى تجمعات النساء فبتجلس بينهن وبتقوم ترمي الودع وام الصرة وام التومات وسي ولي جايب لك القروش والعربية انقلبت. وغالبا بتلقى أيضا الرجال قاعدين في الديوان، تيجي ترمي الودع، انت حتتزوج المرأة الفلانية ودي حيطلقوها وحتعرسها انت وانت حتربح اموال وحتجيب قروش وعربات وغير ذلك، تخبر بما في المغيبات. وهذا من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، لأن الذي يعلم الغيب وحده لا شريك له الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإياك أن تذهب إلى الدجالين والعرافين زي ست الودع والفكية، حرام في الشريعة الإسلامية. بل قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي سنن أبي داود: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو مشيت للدجالة دي ست الودع أو الدجالين والعرافين وسألتهم، أنت لن تقبل لك صلاة 40 يوما، ولو صدقت الكاهن أو الساحر أو الدجال أو ست الودع فأنت قد خرجت من ملة الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة المالكية، قال: والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هما القرآن والسنة.